دي كانت تجربة حقيقية يومية انعكست في معتقداتهم. ومن الناحية السياسية وجود الثعبان على التاج كان وسيلة نفسية للسيطرة. لما يقف الفرعون قدام شعبه أو أعدائه، التاج فوق راسه كبرى ذهبية واقفة مستعدة. ده بيبث رسالة إنه محمي بقوة إلهية. لو حاولت تقترب، السم يسبقك. يعني الثعبان كان لغة صامتة لكنها أقوى من آلاف الجنود. العلماء النهاردة لما بيشوفوا النقوش بيلاحظوا حاجة غريبة، إن أحيانا الثعبان بيتكرر أكتر من أي رمز تاني جنب الملك. وده معناه إن الفراعنة شافوا في الثعبان مفتاح لهيبة الدولة. لكن في حاجة أخطر، في مقابر معينة في وادي الملوك بتظهر فيها الثعابين ملتفة حوالين مراكب أو طالعة من أجساد آلهة بشكل غامض جدا. بعض الباحثين بيقولوا إن ده رمز